الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، نتكلم حول كيفية الإيمان، كيف يصير أو يصبح الإنسان مسلما وكيف يكون كافرا. لأننا نتكلم حول الإيمان. أولا، كيفية الإيمان هو كما تعلمون إجمالا النطق بالشهادتين. الذي ينطق الشهادتين يكون مؤمنا ومسلما إن شاء الله. هذا هو دخول الإسلام. هذا لا داعي أن نتكلم عليه كثيرا، لأن يدخل تحت هذا سائر أركان الإيمان. حينما تقول لا إله إلا الله، فالله عز وجل مع جميع الصفات التي يليق به وما لا يجب أو ما هو ممنوع في حق الله ومستحيل في حق الله. وحينما نقول محمدا رسول الله يدخل تحته كل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من السمعيات ومن النبوات ومن الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر يدخل تحته. ولكن مختصر أركان الإيمان هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. هذا هو مختصر الإيمان. برای عزیز ایرو ام بحثا چه بکن بحثا ام چوا بر مسلمان کرتای بیام درش ناکن لی چوا انسان به کافر ام ویژه بیشن، یعنی ریا ایمان کی جای ریا اسلامی و ریا کافر بونه کی جای. انسان چوا به مسلمان او رحته بکلمه شهادته، یعنی او چند مهم بحثا ایمانت کن یا ایمان بخدا ملائکت اگیات شکل کی فره ام جرب عربی من تفصیل یعنی دتایی میده. ولكن اما ابي كتبو مسلمان وقتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دهات پیغمبر جراد گو شهادت اخبینه کو خدا یک او اجی پیغمبر خدا ما ویش گو اشهادم کو خدا یک تو خدا تنن لا اله الا الله ابا معنوی و اشهادم کی پیغمبر خدای ابیا کنیوی ولكن چه که بنیویا تمام ام بجن یک خدا کی بتنه هی، یعنی او خدای کو که دیاویتنه باویتنه جناویتنه نامره ناکذا خو جبره ده هی او هر هبه، یعنی خدا تدی صفت خدا یعنی مزناتی خدا. وقتی که بجن محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم کنه اشهد ان محمدا رسول الله ایجا چت که ببینی هر تشتی که پیغمبرش مرا آنیه. پیغمبر گوتیه ملائکت هنه، گوتیه کتاب خدا هنه، گوتیه جنت و جهنم هی آخرت افت که ببینی. تلیم ابو شش حب تمل ایمان هنه، ایمان بخدا ملائکت کتاب پیغمبره به آخرت او بقدره هم بیشن. اوانه اشتبت کمن بنی وی کلمه شهادته، یعنی بکرتا یکی کتاب مسلمان بلا اله الا الله محمد رسول ابها. وانی انسان وقتی جامعه ده مسلمان وی کلمه دین، یعنی کتنا اسلام مرحته وی کلمه آنه ده مسلمان داوی ایجا تشتیدی گرب کرد. طيب كيف يكون أو كيف يصير المؤمن كافر الذي دخل الإسلام لا سمح الله؟ ماذا يعمل؟ ماذا يقول؟ نقول بأنه قد خرج من الإيمان وخرج من الإسلام. وهذا ينقسم إلى قسمين: هناك أمور لفظية يجعل الإنسان كافرا، وهناك أمور عملي يجعل الإنسان كافرا، وإن لم ينطق بلسانه إذا عمل هذا العمل فيكون كافرا. أن نفرق بين الاثنين، هناك كفر بالكلام وهناك كفر بالعمل يكون الإنسان كافرا. كفر القول هو إنكار الله عز وجل أو الإسناد شيء لا يليق بالله، كان يقول هناك الله ولكن له زوجة، له بن، له ابن، له أب، أو سيموت أو لم يكن، فكان كل ما لا يليق بالله عز وجل الذي يسند هذا إلى الله يكون كافرا. ربما قد يقول أنا أؤمن بأن الله واحد، ولكن بعد ذلك قال والله بعدما قرأت وفتشت فوصلت إلى حقيقة بأن هناك إلهين، أصبح كافرا. أو بعدما يقول بعدما قرأت فإذا المسيحيون على الحق فلله ابن، لا سمح الله، فهذا كفر بالإيمان، يكون الإنسان كافرا بهذا الشيء. کافر بون ایجا انسان چه به کافر چه شکل کافر بونه بدره یا انسان به کافر یک خبردانه یک جی بکرنه خو انسان به کافرش دین خدا درده. کافر بونه به خبردانه یعنی انسان به زمان خودش تکید بشه او دبر سبب کوی انسانش اسلام درک کرده. و چه شخصی که بجا خودتنه بو مسلمان داوی گولا ما از گشتم حقیقت کی خدا تنه مثال بو کافر. یا جی
قول از بوم مسلمان لداویه من خوان ده دمک والله خدا جناوی جهادیه وی باوی تبه وکا یهودی مسیحی هم بیشن عزیر الله خدایه یبو کافر دین خدا درکن یا جی گو والله خدا یک لیابی خدا داوی دمره یعنی خدا جهر دمره یعنی هر تشتی کن نلا عقب خدا انسان بیجه اویان جم خدا هی مالاوی خرات بیدی مثلا بيجن انا تدي مسيحي بيجن عيسى عليه السلام لا يقضي نفس ام بيجن قضايا كلا لم يلد ولم يولد ام بيجن نزاروكي ونجناوي ليفي كابرا يقول من خوان يهوديه جمرا جو خريستيانا جمرا جو والله راس بيجن والله عيسى لا يقضي مثال غابك وهاكو ام بيجن والله مالا تقربوا تجدين خدا دركدي يعني ابيا كافر بونا بخبردانه خوب كافر حوجانا كتشتكي بك ابيا ام زانبن وهناك أمر آخر يكون الإنسان به كافر أو المسلم يخرج من الإسلام وهو أن ينكر شيئا من أركان الإيمان أنكر الملائكة أنكر الكتب أنكر الرسل أنكر الآخرة أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة بشرط أن لا يكون معذورا العذر من هو صاحب العذر الذي يدخل الإسلام جديدا قبل أسبوع دخل في الإسلام ولا يعلم الكثير من الإسلام فربما نقول بأنه معذور ولكن الذي مثلنا أبوه مسلم وجده مسلم وأجده مسلمون فإذا قال أنا لا أؤمن بالملائكة نقول معذرة عد إلى ربك قد خرجت من الإسلام ولكن الذي هو جديد في الإسلام ربما نقول أو رجل ينكر الصلاة يقول أنا لا أقبل الصلاة لا أقبل الحج لا أقبل الزكاة أو يحلل ما حرمه الله عز وجل إجماعا الزنا حرام القتل حرام شرب الخمر حرام فإذا قال القتل حلال وشرب الخمر حلال والزنا حلال فهذا كذلك يعمل شيئا خالف المسلمين أجمع نحن نقول في اللغة الإسلامية باللغة الإسلام معلوم من الدين بالضرورة أي معلوم كل المسلمين يعلم هذا هل يعقل مسلم يقول أنا لا أعرف بأن القتل حرام لا يقبل فنقول الذي ينكر ركنا من أركان الإسلام والإيمان أو الذي ينكر يحلل شيئا حرمه الله فكذلك يكون كافرا كافر بونا كادن تيسا آب خبردانه ولكن علاقه بخديتنا بيج كابرات بخدي هي إنكارمتنا وكما خدي يكا لا يتنا جنا يتنا ديا يتنا باب يتنا خدي هر ساقه ولكن تشكيلي بأزمة ملائكة قبولناكم إيه والله كتابي خديش قبولناكم قرآن ابتنى قبولكم إيه وكيدي أس بيخمبرش قبولناكم أنا نسلكي دركتية بين خدين هي وكيدي خلاص علاقة مش خدي هي من كره خدي ناكم جوانا نايبوت الملحدها خدي قبولتكم ولكن شريعتي قبولناكم بيخمبر قبولناكم كتابي خدي قبولناكم يا جي أبي إنسان البي والله خديش هي بيخمبر جي هي أما أزيدي مش قبولناكم يعني تجي قبولناكم كي قلت يا حشر هي كي قلت يا آخرت هي كي بيجا جنة وجهنم هي كي قلت يا جارك هادي أمساخ ببن معنى كافرة مكي تقولن هري خدي هي تشكيليش تقولن تقول دايك مدينة الدنيا أخجي ما تخبن إخوة كيدي خلاص بطون تدفع وأرض تبلع دايك مدينة الدنيا عرجي ما تخنا بخو خلاص آخرتنا أبي إنسان تبقى كافر حالي لا يعني أبياجي كافر بونا بخبردان اتصال خدا إنكار نكر ولكن تشكيلي تشتكي لازمه كره هر مسلمان قبول بكر ليه تشتكي فردا هي هناك إنسان أنا نوبنا مسلمان يعني حفظة كي دهر ويا بازر ويا جاهل هجا إسلام نزانه شاشتي كي وهابك يا أم بجن عذرته هي عذر هي يعني بهانكته هي لورا تنوبي مسلمان حفظة كي بلي بيا مسلمان نزانه زكاة شيء فقير نزانه روجين شيء نزانه حج شيء يجي نزانه بزنا حرام فقير ابن الخريستان تف زنا يتكلم يجي قوقي إسلام جوهايه اجبی پارتی در کتم چوب کتم پارتی آدن او اینکه انسان دینا وکا پارتی دینن يعني اما في انسان بيجن عذرته هي ليه ام جرب جبر بنته شاشي اسلام دابياتنا خديبيه حرام كريه قابا كوغونا والله فكره نايم يخارم بيجن راس جس قبولناكم قران بيجن جس قبولناكم اي وقت ام بيجن داريته بكري بيج رياته بكري بيت تشوي امانات تشتكو جانا که انسان ما جاهل و نزان هنکی فرض و قانون خدا انکار کن از قبول ناکم بیا از بیا قبول ناکم اواناجی دبن سبب که انسان به کافر خدا محافظه بکم آگهدار بالا من خبردان که تدا شک و شبهه تدا چه ببه اویاجی ندرسته
وهناك أمر آخر، الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالنبي وبالكتب وبما هو مقدس في الإسلام. يعني الرجل يقول أنا أؤمن بالله، ولكن تعلم كما تعلمون هؤلاء الذين كتبوا في حق الرسول كذلك هو يشك في الرسول، يشك في القرآن بأن القرآن هل كلام الله أو ليس كلام الله، أو أمور يتطاول على الله وعلى الرسول. طبعا علينا أن نعلمه ونقول هذا خطأ. هناك من يتلفظ بألفاظ الكفر ولا يعلم، نبين له بأن هذا لا يجوز فأنت تخرج به من الإسلام، نبين له ونحذره ونقول كن على حذر فأنت تخرج من الإسلام بهذا التطاول. هناك من يعلم، مثلا هناك من المسلمين يقول الإسلام نعم نؤمن بأن الإسلام حق ولكن كان في القديم، اليوم نحتاج إلى تطور، نأتي بفكرة أخرى. الإسلام بقى في القديم، نعم في عهد الرسول كان مقبولا لأن العرب كانوا جهال في هذا العهد، أهل الجاهلية، ولكن اليوم أصبحنا نحن أهل القراءة والكتابة والخبراء، لا داعي إلى الإسلام. فهذا علينا أن نبين له، ولكن إذا أصر أصبح كافرا خرج من الإسلام. تشتكي دي تيسا بخبردانية أو شيء زمان دريش كردي بي زمان دريش زمان دريجي الخدا والبيخبر إنسان زمان يقول خدا دريش كه خدا تشتكي كخدا هي كخدا چمات خودا ده شعب خبكه هيك كرد مجانا بي كلمش ده بيوانده تجانا بنزاني خدا ما قينا بس يعني طبعا ابي بينا بن كافر ولكن بريا دل وان شوتي خازك وهنا قطانا يعني خدا ما نبس حتى كين قات تدنگه هناكي ابي بشكي جاهلتي كناس باشنه، ولكن هناك انسان هنا زمان يقول خدا درباس دريش كه خدا يجي حاشر به حوالي ظالمه خدا يجي حوالي خرابه خدا يجي دنگه وهنا که خدا يجي فرق رومت خنا برای انسان کی پری پر من خدا علی يعني تشتي زمان دريجي يجي زمان يقول پیغمبر دريش که حاشا ده پیغمبر جي خرابه کی وقادي ومثال كلمه وها يجي زمان يقول قرآن دريش که يعني هر خبردان هر كلمه جدب مدر كما جي كيماني كايماني خاط فهم کرنه وقتی دربه کمازن دین متکبه ایمان متکبه ام پیش دین خدا دارتن گرب یجم آگهدار بن. يعني مثلا جناب مسلمان هذا أنا نسل كانوا درته نسلكي وتجامع المجد كها المجد خويشت كه بحث شريعة الإسلام دين خديت كده وشريعة بلا شريعة قانونك كيف بو كيف مناير وجمرة شنابه يعني إيه عرب أبو 1400 سال بري عرب جاهل بون نظام بون يعني وان مشركة إسلامي هاد اللي أنا علم بيزات شيء تكنولوجي بيزات شيء هلا ما تشتري ساكين ومثلا إسلام بيجي بوشت خنزير حرامه خنزير وزانه چه براز يعني أبي كابراي بيجي أو بري بو براز بري تشتري بيست قارن أنا تب درزي روان خ تب نزانه بوشت وان فاقجة أبي تو أحمق هي يعني يجي قريب عراق حرام اللي هما نقول قناعتهم من يروح حلالة يعني مثال شو ما درمان خل نظام چتكم عراق زرار نادم تشتري وقت طويل كنت دا زمان دريجي هبه جانا إنك جاهل ما بي كلمة يجب جاهلا والله إذا أجيب حاجة بريء نادم عربة مثال طبعا مش كي جاهل عذري هي يعني قال لي مجرد بنقول بريء نادي عربة بدي طيارة فرداوي ده اللي جابك خديع نادا خب بيجا نا أزفيا قبول ناكم أبي عربة شو شيء كريه جبانه بريء ما بسلنا هاوي وقتين بيجا البردا بسكنه يعني أو قاجنا بلكي تجوان عاجز بيجبانه تشتكي أما كنت بيجي والله إسلامي عربة در نا حاجة عربة در خستي جبانه بريء خنجة باخو بريء إسلامي لا تنبو اینکه جاهل درتن دبیت نبو پاشش باچه کردن جوان تجارته یکوبوش جوان تجارتی وقتی مالا ما بخرات به اوجی چه نابه. وهناك امر اخر نحن نقول ايكون الانسان به كافرا بالفعل، وهذا يمكن مختصر نقول ان يسجد الانسان للصنم وما الى ذلك من الامور الشركيه. إذا قال يعني لا سمعنا سجد لصنم أو سجد لقبر أو قال القبر ينفع ويضر ما عدا الله عز وجل هذا كذلك له سلطة، فكذلك نقول لهذا الإنسان سجودك لصنم كفر تب إلى الله، وإذا ذهب إلى قبر وطلب منه الشيء نبين له نقول يا أخي الرجل ميت قد يكون وليا من أولياء الله ولكن انتهى ذهب إلى ربه. كن على حذر، اطلب من الله فليكن الله عز وجل
في عقيدتك وفي عقلك هو الخالق، هو الإله المطلق، لا تنتظر شيئا من غيره، هذا لا يجوز. نبين له. وفي الغالب بعض الناس نيتهم صالحة ولكن جهلاء لا يعرفون. تشتكي دنجي إنسان بيت كافر أو شيء بتشتكي بكرنية كرن مثلا والصنم زانشنا هيكل بريب كردي بوتن شي جرا بوت برست بوتن يعني بوتا هيكلا أبي كوجرا هذا سجدة أستيق جرا خار كي بيجع وقت دي بري كافر أو ساكنوت كد بفي شكل هاني جي أبيا بزمان خبر ندج يا بزمان خبر ند هذا درسنا ما كي هذا سجدة جرا بري هيكلا كي وسريع بده حد خار بكبنيته خراب يعني أبي إنسان يشبه كافر أبي شيء نابل لورا كافر مكه جو ساکنوت کردن دوگو آواناج خدانه و آواناج فایده دمروا و چجوانا سجده دبرن سجده آنجا خدا را دب عز و جل و کیدی جنابه و تشتکی دیجی جانا دنوا ملت ملا کمانی کی چه بر چه سر قبرستانه یا شیخ فلان کس یا حضرتی فلان کس اوج باش نه يعني امنا بجن به کافر پچکی جهالتی تدایه لكن بجن کرو دا آگهدار بلو چه سر قبرت به یا شیخ فلان کس ولا قیزامن ميرت نبرا ميركش قيزام برا شيء إيه يا شيخ فلان كذا والله ما كريم قيزة كذا برا كريم بزوجة يعني يا شيخ فلان كذا والله يا ما نسيبه ما هاتي قرتنت نسيبه ما بك كرو خدا بد كنسيب يعني خدا جنات كنسيب قيزات كنسيب أبشيت ما شيء شيء غير بيجي يعني أبجي شاشيتيك يعني قرام آگهداری بیابن طبعا وديتي الفري ولات المسلمان وتشون كبرة وتشتاب بنات وتشتاب وكريبن أو شيء إسلام يقبل الإسلام في يك خدا كيف خدا وراء جريدن وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد خدا يبتني قد نبر دهر نبي دهر إلى هنا نكتفي فنرجو الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وأن يخلصنا في الإيمان يجعل إيماننا إيمانا صحيحا يرضاه به عنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. نجمعين. يا بقول حتى هذه الأمانة. مالك أبيج فرصة تجيبه. مثلا برادر